في الموضوع هذا حكايه تسريح اللاعبين في النادي الفريق بلي حكينا شويه مع سي المنصف على حكايه تسريح اللاعبين ولا على خاصه الامور الماديه. تسريح اللاعبين في الافريقي ثم شكون معاه ثم شكون ضد بالطبيعه، خاصه جاء اسبوع قبل الديربي. محمد علي الهداجي، محمد العبدلي، نضال عروه. فترة الانتقالات الشتوية في النادي الافريقي كانت سخونة وفيها برشا حركة وعملت برشا جدل حتى لاخر نهار في الميركاتو. وبعد التنقيحات الأخيرة في قوانين الجامعة اللي حددت عدد المنتدبين باش يكون 8 لكل فريق، نلقاو النادي الافريقي يوصل للسقف المسموح به في الميركاتو هذا وب8 انتدابات كاملة لتعزيز فريق لاكابر. 7 لاعبين توانسة فيهم 3 مدافعين و4 لاعبي وسط، واجنبي وحيد هو مهاجم منتخب زيمبابوي ماتيو روزيكي. الملاعب اللي قدومه لحديقة الرياضة خلف برشا كلام وسط الحباء والإطار الفني فيما يخص تأخيره الغير مبرر قبل ما يلتحق بالتحضيرات. يزعجني برشا زاد، خاطر من اولويات قبل ما نتكلموا على اي لاعب انتدبناه في النادي الافريقي تكلمنا على ماتيو. There's a few things I just needed to sort out at home after Africa Cup of Nations. Also it took us a while to get back to Zimbabwe, so it took me maybe 3 days. Moving countries is not easy, so I had to go and collect stuff and pack up my stuff in Sweden. Très déçu من comportement du joueur, peu importe ses motivations. واذا كان النادي الافريقي عمل بلان في انتداباته في ميركاتو الشتاء، الا انه الحركه نتاع ملاعبيته ما وقفتش غادي، بما انه الاحمر والابيض فرط في 3 عناصر اساسيه بطريقه كان فيها برشا اخذ ورد حتى لاخر ساعه من اللي سكر الميركاتو. 3 لاعبين غادروا، كان اولهم عبد القادر الوسلاتي اللي مفاوضات مغادرته للنادي في اتجاه الفتح السعودي عايشه الراي العام على وقع برشا حلقات وخلفت جدل على علاقه اللاعب بناديه، الشيء اللي خلى الامر يوفى بشكايه في مركز الشرطه قبل ما يغادر عبد القادر الوسلاتي فريقه ويدخل على 170 الف دينار مستحقات. الله يهديه، ما حبيناش الامور تتم بالطريقه هذه. النادي الافريقي تجاوز كل الاشكاليات هذه وسمح للملاعبي هذايا انه يغير نوعا ما الاجواء، وان شاء الله 3 4 اشهر يكون على ذمه النادي الافريقي في المستقبل. عبد القادر الوسلاتي راهو كان جينا الويلك ايدك قبل 4 ساعات من موعد الطايره، وانت ما عندكش حتى تاشيره باش تدخل بها للسعوديه ولازمك تمشي للبحرين، وتراتي الطياره هذيك نظن في وضع زاد في مفاوضات في مركز شرطه. نتصور انه هذه كلها ظروف تخليك في الاخر انت تقبل باللي يجي يعطيك تخرج برا من الوضع هذايا وتمشي تمارس النشاط نتاعك. أسامة الحدادي الظهير الايسر وابن النادي كان ثاني المغادرين، وخروجه نحو ديجون الفرنسي ما كانش في ظروف عاديه، بما انه الحدادي ما وصلش لاتفاق مع فريقه لتجديد عقده من اول الموسم، ووجهه النظر بينه وبين هيئه النادي كانت بعيده بسبب مطالبته بمستحقاته اللي ترجع لاكثر من موسم، بيشوف به الامر بالتنازل على كل المنح المتخلده بذمه ناديه مقابل توقيعه لديجون الفرنسي، وخلى الافريقي يستفيد ب 200 الف يورو اضافيه. عنصر اخر اساسي في تشكيله نادي باب جديد يغادر فريقه في اخر اللحظات، المهاجم بسام اسرار في واللي عبرت هيئه الافريقي على تمسكها بخدماته، كان اخر مفاجات الميركاتو، ووقع مع نادي نيس متصدر الدرجه الاولى الفرنسيه مقابل 1.5 مليون يورو و10% ياخذهم النادي الافريقي في صوره انتقاله لفريق اخر. طريقه الخلاص كانت غريبه اللي طلبها رئيس النادي الافريقي، طلب انه يقع خلاص كاش، وهذا راهو غير معقول وغير مقبول. من بعد في الحساب الشخصي وهذا كيف غير مقبول. وبخروج 3 ركائز اساسيه من الافريقي، هل انه الفريق باش يغير في سقف طموحاته، خاصه كي نحكيو على تاثير المغادرين في انتظار تاقلم الوافدين؟